عندنا أداة مهمة جدا في الإكسل اسمها داتا فاليديشن، والأداة دي باختصار إنها بتمنع دخول أي بيانات مختلفة داخل الجدول طالما أنت محدد بيانات معينة. تعالوا نشوف في المثال ده مع بعض إزاي بنعمل كده. هنا عندي جدول وقال لي الستار ديت بتاع الجدول ده من 2016 إلى 2020، وهو مش عاوز أي حاجة قبل 2016 ولا بعد 2020. طب حاجة أعملها إزاي؟ حاجة أحدد الكولوم كله مع بعض بكنترول شيفت سهم لتحت كده، حددت كل البيانات اللي في الجدول بتاعي. وبعدين رحت دايس على قائمة داتا، وبعدين من قائمة داتا فاليديشن، وبعدين فتح لي التيبل دي. قلت له لو سمحت أنا عاوزها ديت، وقلت له بتوين يعني من وإلى، من 1/1/2016 إلى 31/12/2020، ودوست اوكي. بكده لو انا جيت دوست هنا وقلت انا عاوز 1/1/2025، هيقول لي مش هينفع لان انت حددت لي جدول معين وحددت لي داتا معينة هتحرك فيها، مش هتحرك في اي داتا تاني غيرها.